السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميرو مختار. النهارده هنعمل تاني حاجه من حاجه العروسه، هنعمل الغرايبه. طبعا انا كنت متكفله بالغرايبه وبالبوتفور. البوتفور كانت قبل كده عامله لكم قبل كده وهنزل لكم بالفيديو. شايفين الغرايبه شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله كانت جميله جدا جدا، وقرفه العروسه دي كانت حلوه بالرغم من ان وانا شغاله هقول لكم بقى وانا شغاله ايه اللي حصل لي. فما شاء الله شايفين. يلا بقى ندخل كده على الفيديو ونشوف الطريقة، وهقول لكم على جميع التركات بتاعة الغريبة. طبعا الغريبة جميلة جدا، وسر نجاحها ان هي ما تشقش مننا. شايفين كلها طالعة ما شاء الله جميلة. آه يلا كده ندخل. انا هنا عامله كميه. انا السمنه هسيب لكم برضو زي ما قلت لكم مقادير بالظبط في صندوق الوصف. ومعايا هنا السكر، السمنه والسكر. طبعا احنا في السقعه فالسمنه مش محتاجه ان هي تتحط في التلاجة كده كده، لان السمنه متجمده بسبب البرد اللي احنا فيه. هقول لكم بقى، وانا جيت اضرب السمنه جيت اشوف لقيت العجان ما اشتغلش. طبعا العجان كان باظ، والبوتفور ساعه ما كنت شغاله بالبوتفور وانا ما اعرفش ان هو باظ، فاضطريت ان انا اشتغل بدراعي بايدي لان انا كنت واصلا كانت ايدي تعبانه، فاضطريت ان انا اضربه بايدي. ما اقدرش طبعا ان انا ارجع لها الحاجه وازعلها واقول لها العجان باظ. فاعتمدت على ربنا وقلت يلا بقى، كله بثوابه. وبدات اشتغل انا بايدي ولفت بجد كده بايدي. علشان كده هتلاقي المقطع ده مش موجود في قلب الفيديو. هنا ابتدي بقى انزل الدقيق عندي وهلم شويه بشويه كده. وزي ما قلت لكم الحاجات دي ما بنعجنهاش زي العجين، يا دوب بس كده بنفضل نفرك كده فيه بالراحه كده، بحيث ان هو الدقيق يشرب السمنه اللي موجوده معانا. طبعا انا بضرب السمنه والسكر مع بعض حلو قوي 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 لغايه ما يبقى القوام كريمي خالص. يعني تلاقي اللون فتح معاك وتلاقي القوام زي عارفه الكريمه كده، كريم شانتيه وانت بتضربي. عايزين السمنه تبقى معانا كده. هنا بعد ما خلاص خلصت الدقيق حطيته على السمنه وحطيتها في التلاجة ترتاح لو ان نص ساعه كده او ساعه لما خلصت شغلي. بعد كده شايفين بعد ما طلع انا كنت عملت ستوك ده. بمسك شويه بشويه وافضل ادعكهم كده في ايدي دعك، يعني مش عجن، لا دعك، يعني ادعكيها لغايه ما تنعميها خالص. طبعا لو كان العجان شغال كان هيسهل عليا الحكايه دي. طبعا احنا هنعتمد بايدينا بقى، هنفضل ندعك كده لغايه ما تلاقي العجينه بقت ناعمه جدا جدا في ايديكي وتشكيلها بقى سهل. فانا هنا بكورها، شايفين بكورها بتبقى بمنتهى السلاسه معايا كده وانت بتشتغلي فيها. في برضو حاجة، لو انت عايزة تحطي جوز هند ناعم يبقى بودرة خالص ممكن تحطي معلقتين، بيديلها طعم جميل جدا جدا. إيه عندك بقى مكسرات ممكن تزيني مكسرات، ممكن تزيني باللولي بتاع الغريبة. هي طبعا مامتها ما كانتش جايبه لي الحاجات دي لان طبعا الحاجات دي كانت طبعا بتبقى غالية. فانا عملته لها كده بس برضو شكله حلو مش وحش اما بيبقى سادة كده. شايفين بتفضلي تدعكي في العجينه لغايه ما توصل للقوام الناعم اللي احنا شايفين كده، وبتعمليها بقى كور كده على قد الغريبه من بره وتدخلها الفرن. اهم حاجه بقى وانت بتدخلها الفرن، الفرن عندنا ما يبقاش سخن شديد، لا يعني حاولي على قد ما تقدري النار تبقى هاديه خالص خالص، يعني على 150. علشان لو دخلت البوتفور على نار عاليه، البوتفور ايه، لو انت دخلت الغريبه على نار عاليه هتشقق منك. فاحنا مش عايزينها تشقق، احنا عايزينها تبقى ناعمة. الوش بتاعها ناعم كده والملمس بتاعها ناعم، شايفين؟ وما تاخدش لون من تحت. لو انت دخلتها على درجة عالية هتاخد لون من تحت والوش بتاعها هيشقق. فشايفين ناعمة ازاي؟ ما شاء الله كانت ناعمة ومتماسكة وفي نفس الوقت مش اخده لون. هقول لكم بقى على، شايفين الصاج ده هتلاقيه حتى هو مش باين في الكاميرا، هتلاقيه شويه شقق لان انا دخلته على درجه حراره عاليه. انا كنت بعمل حاجه ولقيت الفرن النار بتاعه علا فشقق مننا. شايفين شقق ازاي؟ فاحنا مش عايزين الشق ده. سر نجاح الغريبه ان هي تبقى ناعمه خالص ما يبقاش فيها شقوق خالص. ادا كده كل كميه الغريبه عندنا. انا عامله طبعا كميه كبيره، فالف هنا لاصحابهم وربنا يبارك لهم يا رب. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو عايزين حاجه تانية عايزين تعرفوها عرفوني وقولولي وانا هقول لكم اي استفسار عن الغريبه. شايفين ناعمه ازاي من جوه؟